اي سوفت وير في الدنيا لازم يتم اختباره الاول قبل انطلاقه للمستخدمين. حتى الابديتس اللي بتعمل لاي ابلكيشنز او اي ويب سايت لازم يتم اختبارها الاول، واللي بيختبروا السوفت وير دول هم السوفت وير تيسترز. واتكلمنا عن مهنه الشخص ده بالتفصيل وازاي بيقدر يختبر السوفت وير وايه المهارات اللي تؤهله للوظيفه المهمه جدا دي في حاله السوفت وير تيستر. السوفت وير تيستر لو عايز يطور نفسه في الكارير ده ممكن ياخد شهاده اسمها الاي اس تي كيو بي سيرتيفيكت. الاي اس تي كيو بي هي اختصار الانترناشونال سوفت وير تيستنج كواليفيكيشنز بورد، ودي جمعيه معتمده عالميا في مجال اختبارات البرمجيات. بتقدم انواع مختلفه من البرامج المعتمده اللي بتخليك تطور من مهاراتك في اختبارات البرمجيات. البرنامج ده فيه 3 مستويات، وكل مستوى ليه الشهاده الخاصه بيه: مستوى الفاندمنتال، مستوى الادفانسد، ومستوى السبيشالست. كل شهاده منهم هي عباره عن ليفل مختلف في الكارير بتاعك. يعني مستوى الاساسيات بينمي مهاراتك في الاساسيات الخاصه باختبار اي سوفت وير. بتطلع شويه في الليفل هتلاقي الادفانس، وده بينمي مهاراتك مثلا في وضع خطه وتكنيك معين اللي بيه تختبر السوفت وير اللي قدامك. وكل سوفت وير بتشوف هتحط له خطه اختبار ايه، وهكذا لغايه ما توصل لمرحله السبيشالست. المميز في البرامج دي ان حاططها سوفت وير تيستنج انجينيرز على اعلى مستوى، يعني كانك بالظبط واخد كورس في اعرق الجامعات. ده غير اللي بيميز حاملين الشهاده دي انهم يقدروا يشتغلوا في اي حته في العالم، لان الجمعيه دي معتمده عالميا زي ما قلت لك. ولما بتقدم في اي شركه وانت معاك الشهاده دي فانت بتثبت لهم انك عندك خبره في المجال وحد تقيل واخد شهاده تقيله. وكمان الماتيريال بتاعت الكورس ده موجوده مجانا على الموقع بتاع الجمعيه، هسيبه لك في الكومنتات، تقدر تحملها وتذاكرها مع نفسك. وعلى نفس الموقع هتلاقي عينه من الاسئله اللي ممكن تتسال لك علشان تذاكر وتستعد للامتحان كويس، او تقدر تاخد كورس يؤهلك للامتحانات دي. الامتحان طبعا مش ببلاش، وفي مصر متوفر الحمد لله، وتقدر تسجل الاختبار من موقع ESTB او Egyptian Software Testing Board وتمتحن وتاخد الشهاده المعتمده باذن الله. وقول لي حابب تطور من نفسك في انهي مجال وهعمل لك فيديوهات عليها باذن الله. بس كده، سلام عليكم.